مرحبا يا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. انا جولي ورجعت لكم بفيديو جديد. بداية الفيديو يا صبايا حابة اتشكر اي حدا جديد انضم للقناة، وبدي اتشكر الصبايا اللي عم يكتبوا لي تعليقات حلوة، شكرا لكم من كل قلبي. وهون يا صبايا بهذا الفيديو حبيت اكمل معاكم تعزيلات الشتوية مثل ما قلت لكم يا صبايا بالفيديو الماضي، يعني انه انا بلشت بتعزيل الشتوية. وبدلت غرفة النوم مثل ما قلت لكم وعزلتها يعني قلبتها للجو الشتوي. وهون يا صبايا طبعا قلت لا ابلش كمان طلعت الحرامات، طبعا كنت رافعتهم ما عم نستخدمهم هدول. فانا قلت هون يا صبايا انه خليني اغسلهم وبالمره انه بتصير ريحتهم حلوه بما انهم كانوا مرفوعين بالتخت، يعني ما مستخدمين. وهيك يا صبايا حطيت حرام حرام يعني، وحطيت له معطر ودواء غسيل وأمنت عليهون. وهون انتقلت على المطبخ. قلت من غير شر ما زال الأولاد يعني مانن هون بالمدارس، يعني بتعرفوا الولد شوي بلبك أثناء التعزيل يعني. فقلت انه خليني اكمل كمان تعزيل يعني ابلش بتعزيل المطبخ. هلا شوفوا صبايا، صراحة انا عندي المطبخ نظيف، يعني ابدا ابدا ما بتنشال ايدي منه، يعني دائما انه الخزانة المنكوتة دائما برجع بركنها. الخزانة طبعا اللي بتكون موسخة بليفها، يعني صبايا ايدي بتتم بالمطبخ ابدا، يعني مثل كل الامهات، يعني مثل كل العالم يعني. هيك بعتقد انا. يعني قلت خليني اكمل امسحهم، يعني هلا هن كانوا نضاف مثل ما قلت، فانا هيك على السريع يعني مسحت الخزاين. واول شي ببلش فيه هو هذا الميكروويف، ليفته كتير منيح، هو نظيف بس انه كرمال كان في شوية هيك مزفر شوي، فليفته هيك ليفة سريعة ونظفته وعقمته يعني. وهيك يا صبايا شايفين، يعني على دقيقة بتليفيه وبترجعيه على مكانه. أنا بالنسبة لإلي يا صبايا أدوات الكهرباء بعدها مثل أي قطعة كهرباء عم تستخدميها قطعة أي قطعة من المطبخ، يعني عم تستخدميها مثله مثل الطنجرة مثلا. يعني مثلا الميكروويف دائما لازم بعد ما أخلص منه أليفه، يعني وقت بلاقيه موسخ. مثل مثلا قلاية البطاطا كمان، يعني اول باول صبايا ما بيتراكم عليه الوسخ يعني او الزفر. وهيك يا صبايا شايفين صار عم يعني الحمد لله صار كتير منيح، ونظفته ورجعته لمكانه، وطبعا ليفت المكان اللي كان موجود فيه الميكروويف. وهون يا صبايا رجعت كمان وحطيت الحرامين الحرام يعني حرام حرام ورا بعضهم. كمان عدت نفس الشي، يعني حطيت معطر كرمال انه تطلع الريحة كتير حلوة. وهون يا صبايا بهذا الفيديو حابة أرد على كم تعليق إجاني على القناة. فأنا هلأ اخترت اللي أكتر شي انسألت عليه بالقناة. وهلأ يا صبايا أنا وعم عزل المطبخ رح أجاوب على كم صبية، وبوعدكم إن شاء الله إنه بكذا فيديو أجاوب على الأسئلة اللي عم تجيني، يعني سؤال سؤالين حسب ما أنا أقدر أحكي بقلب الفيديو. صبايا، في حدا سألني عن العيشة بأوروبا وسلبيات وإيجابيات العيشة بالسويد أو بشكل عام بأوروبا. رح شارك معاكم شوي من سلبيات وإيجابيات العيشة بهي البلد، يعني من تجربتي الشخصية طبعا. صراحة يا صبايا كل بلد فيه إيجابيات وسلبيات، يعني خلينا نحكي عن أول إيجابية عندنا هون بالسويد. هي طبعا مو بس بالسويد، طبعا بكل أوروبا بعتقد هاي الشي موجود. هي الأمان صبايا. الحمد لله رب العالمين، هون صبايا في أمان، في قوانين، فهذا الشي كتير بخلي الإنسان مرتاح لما يكون في هيك، يعني في هيك أمان وفي قوانين. والناس طبعا يا صبايا هون بيحترموا كتير القوانين وبتمشي بتمشي على الكل. يعني أنا من برأيي هذا الشي كتير مريح بهذا البلد. والشغلة الحلوة كمان هون يا صبايا المدارس كتير منيحة. كتير بيراعوا الأطفال، كتير بيدرسوهم وبيهتموا فيهم. وكمان يا صبايا بيهتموا بأنشطتهم.
يعني كتير بيهتموا بهيك قصص وشغلات حلوة هون. وكمان يا صبايا هون شغلة ثالثة حلوة هون صراحة يا صبايا هي الطبيعة. يعني ما شاء الله عندهم الطبيعة ساحرة خلابة، يعني كتير كتير عندهم خضار، كتير عندهم أماكن حلوة. فينه يعني فينا الواحد يروح ويغير جو فيها. في عندهم بحر، في عندهم بحيرات كتير، في عندهم خضار كتير. يعني فينا الواحد مجرد انه يطلع لبرا مع على الشارع، يعني بيحسن من نفسيته وطبعا يا صبايا انا بعتقد يعني الشجر الاخضر والاراضي الخضراء كثير بتعطي طاقه ايجابيه وجمال للطبيعه يعني. وصراحه احلى شيء بهذا البلد انا بحبه هو الاحترام الخصوصيه. يعني الناس كثير بيحترموا خصوصيتك، يعني كل واحد بحاله، ما حدا له علاقه بالتاني، ما حدا بيتدخل بحياه التاني ابدا. يعني على سبيل المثال لا جارة لا رفيقة ولا أي حدا مقرب عليك، يعني ما حدا له علاقة فيك نهائيا. أي واحد شو ما بده بيلبس، شو ما بده بيعمل، هو حر يعني بالنهاية. فهو حر يعني ما له علاقة حدا فيه. أما هون الحمد لله في كتير احترام لهي الخصوصية صراحة صبايا، وبعتقد هي موجودة بكل أوروبا عند كل الشعوب الأوروبية. وأهم شيء يا صبايا هون هي الخدمات الطبية بالنسبة للأطفال، هي مجانية بتكون كمان لعمر محدد يعني. وكمان يا صبايا هون في يعني لعمر ال 18 سنة بيعالجوا لك أسنان الأطفال يعني مجانا، لعمر 18 19 سنة، بعتقد لعمر 19 سنة. وكمان يا صبايا شو كمان بعتقد انه هيك يعني شغلات وشغلات. طبعا هلا رح بلش بالشغلات بالسلبيات يعني. ويا صبايا أول شغلة سلبية بهي البلد هي الغربة. الغربة كتير صعبة يا صبايا، يعني صعب كتير الشخص يكون بعيد عن أهله، يكون بعيد عن ناسه، خصوصي لما بعيد الشر يعني بيصير عنده الواحد حزن، بيصير عنده الواحد فرح. يعني بيحس حاله الإنسان بحاجة لأهله، بحاجة للناس يعني بشكل عام. وكمان هون يا صبايا شغلة تانية سلبية بهي البلد هي كمان الطقس، يعني الطقس كتير هون مختلف عن بلادنا. يعني صبايا الطقس ببلادنا يعني مثلا في صيف في شتاء. بهاي بأوروبا بشكل عام يعني ما في عندهم صيف وشتاء، يعني بتحسي انه هون ممكن يجي 4 فصول بيوم واحد مثلا. ممكن يكون بيجي عليك ايام مثلا بتكون كتير كتير الجو بارد، تنزل الحرارة تقريبا ل 25 تحت الصفر. التلج بيكون كتير معبي البلد صراحة. التلج هو ممكن لغيري يكون كتير حلو، بس أنا عم بحكي بالنسبة لإلي، يعني أنا سبحان الله التلج بيعمل لي اكتئاب. اللون الأبيض بيعمل لي اكتئاب لأنه كتير الشتوية بتكون طويلة عندهم، يعني تقريبا بتكون أكتر من تقريبا شي 8 شهور بتجيكي شتوية يعني. وكتير برد كتير برد. بس حلو عندهم يا صبايا انه الصيف عندهم كتير بيكون حلو، يعني الصيف بيكون ما عندهم شوب كتير، يعني اقصى حد بترتفع الحرارة يعني بتوصل ل 30، يعني بيكون كتير مقبول الجو عندهم، وعندهم رطوبة كتير عالية بالجو، فبيكون صيفهم كتير كتير حلو. واخذنا الحديث يا صبايا ونسيت احكي لكم شو فكرة الفيديو. صراحة يا صبايا بهذا الفيديو كمان حبيت اشارك معكم هي الاكلة كتير كتير طيبة وكتير لذيذة وكتير سهلة كمان. وهي اسمها الطبخة دجاج بالكريمة. طبعا هي الكريمة نحن بنقول لها كردة هون بالسويد. اول شي يا صبايا بتجيبوا تقريبا شي كلين صدر، او انت مثل ما بدك يعني الكمية اللي انت بدك اياها بتقطعيها بهذا الشكل. وبداية اول شي بتحمسي الصدر يعني لحتى يستوي على الاخر. وبعدين بتحطي له الملح والفلفل والتبلة يعني. اول شي لازم ينحمس كتير منيح كرمال انه بتحسيه مثل كانه مسلوق، بس هو مو مسلوق، يعني لازم تحمسيه مو انه تضربي عليه وجه يعني انه يتأمر، او انه هيك مثل كانه مسلوق يعني. وهيك يا صبايا شايفين لحتى يوصل لهذا الاستواء اللي انا بدي اياه. هيك صار جاهز الشيش، استوى على الاخر. هلا فيني احط له ملح وفلفل وسن الثوم، يعني فيك تحطي له سن الثوم. وطبعا بده حليب وكرده وبده جبنة الموزاريلا يعني.
هلا هيك يا صبايا حطيت التبلة، وكمان بتركه تقريبا شي دقيقتين يعني بس تغب الملح والفلفل والمشان التومة كمان تنحمس يعني بشكل منيح. وهيك يا صبايا صارت جاهزة. وكمان هلا هيك عم فرجيكم انه كمان جبنة الموزاريلا لازم فيك تحطي اي نوع انت جبنة موجود عندك، بس انا كان متوفر عندي هي الجبنة، هو احسن هي الجبنة ما بتجي مالحة، بتجي طعمتها كتير طيبة بهيك اكل. اول شي يا صبايا، وكمان نسيت لكم انه لازم تحطوا تقريبا معلقة نشا. هلا في عالم بتحط طحين، فيك تحط طحين ما في اي مشكلة، انا ما كان عندي طحين فانا حطيت معلقة نشا كرمال انه يصير القوام الحليب والكردة انه يصير قوامهم كريمي. هيك يا صبايا اول شي بخلط المعلقة النشا بدوبها كتير منيح. وهلا يا صبايا لقيت بعد ما حمست الشيش فلقيت انه شوي المقلاية صغيرة فنقلتهم على هي الطنجرة كرمال انه يصير، لانه بده يصير في مرقة يعني. فهيك يا صبايا هلا بدي تقريبا كاسة حليب وكاستين كردة، وبحركهم كتير كتير منيح، وبس يغلوا تقريبا هيك يعني غلية بسيطة يا صبايا بزيد عليها الجبنة. لا عفوا بزيد عليها بحط لها النشا طبعا يعني بعدين بزيد عليها الجبنة. وهلا يا صبايا شايفين غلت تقريبا يعني غلوتين، شايفين هلا بلش يغلي يعني. بعدين بتضيفي عليها معلقة النشا وبتحركيها كتير كتير منيح، يعني ابدا ما بتوقفي عن التحريك لانه النشا والحليب وقت بتتركيهم على النار بيشوطوا، مشان ما تشوط او هيك تضرب بسفل الطنجرة يعني سواد، لانه رح تحترق. فهيك يا صبايا شايفين بلش يسماك، شايفين هو لازم يكون القوام كريمي. شايفين والله يا صبايا أكلة كتير كتير طيبة وكتير الأطفال بتحبها يعني. بس باللي بيهتم بوزنه يا صبايا بتزيد الوزن يعني هي شوي إذا كترتي منها. وطبعا بدك تعملي جنبها تفلفلي رز يعني، تسلقي جنبها رز إذا بدك. وهيك يا صبايا ضفت عليها الجبنة الموزاريلا وحركتها كتير منيح، وتقريبا يا صبايا صارت جاهزة. هلأ هيك طفيت عليها، شايفين صبايا، وهلأ بنستنى الرز كمان لحتى يتفلفل ويستوي تقريبا شي 10 دقايق. وهلأ يا صبايا وصلت معاكم لنهاية الطبخة مثل ما شايفين يا صبايا، فيك تاكلي جنبها أي شي. أكلة كتير طيبة، كتير بيحبها الأطفال، جربيها يا صبايا جربوها ما رح تندموا أبدا. طعمتها كتير طيبة. وهون يا صبايا طبعا بداية الفيديو كنت أنا عم عزل المطبخ. هون يا صبايا أول شي الصبح يعني عزلت الخزاين من فوق كلياتها بغياب الأولادي كانوا بالمدرسة طبعا مثل ما حكيت. وهلأ يا صبايا بعد ما تغدينا وهيك شوي ضبطت المطبخ رجعت كملت الخزاين من تحت. وهيك يا صبايا نظفت المطبخ رف يعني، وجبت هدول المدات اللي حكيت عليهم بالفيديو الماضي اللي هني حطيتهم على رفوف البراد، وكمان جبت منهم لهون يا صبايا كرمال انه وقت بدك تحطي الطنجرة او تسحبيها ممكن تقحطي الرف لانه هون عندهم المطبخ كلياته خشب. شايفين صبايا بهذا الشكل طلعوا كتير كويسين يعني عجبوني صراحة. وهيك يعني بأمن انه الخزانة ما رح تنقحط ابدا. وهيك يا صبايا طبعا زبطت المطبخ على الآخر وخلصت، فقلت إنه لازم أعمل له تكنيسة بسيطة. ونسيت لكم يا صبايا إنه إن شاء الله أنا الأسبوع الجاي جاي لعندي ضيوف من سوريا، فإنه منه بعزل يعني على جية ضيوفي وبنفس الوقت تعزيلات الشتوية يا صبايا. وهيك هيك يعني كنست بسرعة المطبخ. ولهون يا صبايا إن شاء الله أكون قدرت إني جاوب الصبية اللي سألتني عن سلبيات وإيجابيات العيشة ببلد أوروبي. إن شاء الله أكون هيك يا رب، يعني كان جوابي واضح يعني. ولهون يا صبايا وصلت معاكم لنهاية الفيديو. إذا عم تحبوا فيديوهاتي بتمنى من كل قلبي صبايا يعني ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة صبايا. اللايك كتير كتير مهم للقناة كرمال إنه الفيديو ينتشر. بتمنى يا صبايا إنكم تفعلوا كمان زر الجرس ليوصلكم كل جديد مني، وتصبحوا على ألف خير.